السلام عليكم ورحمة الله. في مفاجأة من العيار الثقيل، الحكومة الجزائرية تهاجم فرنسا، واعترافات صادمة من الإعلام الفرنسي عن قرارات الرئيس عبد المجيد تبون، وهجوم تخلطت. سنتعرف على كل تفاصيل في هذا الفيديو المثير، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. تفاعل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذه التصريحات والاعترافات التي تؤكد قوة السلطات الجزائرية وقوة القرارات السيادية التي اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أكثر من موقف. اعتراف الإعلام الفرنسي بقوة القرار الجزائري وموقفه على الصعيد الدولي هو نفس الاعتراف الذي أقر به اليمين المتطرف وهاجم به الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما أن هذه الاعترافات غير المسبوقة من فرنسا تجاه الجزائر كانت قبلها تصريحات مزلزلة أدى بها الرئيس عبد المجيد تبون في سنواته وأشهره الأولى على كرسي الرئاسة، أين أكد للشعب الجزائري بأن الجزائر ستتعامل مع فرنسا وغيرها الند بالند، وسنجبر كل الدول والحكومات باحترام الجزائر وقراراتها السيادية. والسلام عليكم ورحمة الله.